ظاهرة حيرت العلماء في أستراليا. نعم. أن حرائق الغابات بدأت تكثر في الآونة الأخيرة من دون معرفة الأسباب. نعم. من دون وجود درجات حرارة عالية، بل إن هذه الحرائق تمتد لأماكن غير متوقعة. فقام العلماء بجامعة سيدني الأسترالية بدراسة غريبة من نوعها. نعم. واكتشفوا سرا، يعني الحقيقة لأول مرة يعرض، هو في السنة الماضية 2018. سبحان الله. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل 14 قرنا. الله الله الله. لذلك إذا أحببت يمكن أن نرى الفيديو لكي نتحدث ونحن نرى نعم سر إشعال الحرائق الذي كشفه العلماء مؤخرا، وسببه طائر فقط. تصور طائر يشعل الحرائق. نشوف مع بعض كده المقطع رقم نعم. 1. نعم. والدكتور عبد الدائم يعلق على هذا الأمر الغريب العجيب. طائر غريب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لماذا؟ لنتأمل. نعم يا دكتور. الحقيقة جامعة سيدني قامت بهذه الدراسة الغريبة من نوعها، ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة إثنوبيولوجي عام 2018. تبين أن هناك طائر اسمه الحدأة. هذا الطائر كما نرى أمامنا يقوم أو يتعمد إشعال الحرائق. نعم. لكي يوسع دائرة الاصطياد، لأنه لا يستطيع أن يصطاد الفرائس مثل الفئران والحشرات في المناطق الكثيفة بالغابات والأشجار، فيقوم متعمدا بإشعال هذه الحرائق، أو يستغل وجود حريق صغير فيأخذ بعض قطع الأغصان الملتهبة أو المشتعلة ويأخذها ويحملها لمناطق بعيدة ويشعل ليوسع مكان الحرائق. سبحان الله. فبعد أن يحرق هذه الأماكن ينقض على الفرائس ويصطادها. هذا هو طبعا كما نرى أمامنا طائر الحدأة بكسر الحاء. نعم. وفتح الدال. نعم. ويوجد منه الأسود والأحمر، له يعني فيه أنواع وألوان مختلفة، ولكن كله خطير وكله يسبب هذه الحرائق المدمرة. وسوف نرى بعد قليل يعني فيديو حديث جدا تم تصويره لهذه الطيور وهي ترفرف فوق الحريق وتبتهج بوجود هذا الحريق، وتحاول، انظر معي كيف أن هذه الطيور، طيور الحدأة، كيف أنها تحاول أن تقترب من النار وتأخذ بعض الأغصان المشتعلة ثم ترمي بها بعيدا، وتبقى هكذا حتى تقضي على المحصول أو تقضي على منطقة كبيرة من الأرض، لتنزل وتأخذ مثلا الفرائس أو تصطادها. فهي تسبب دمار للبيئة وإهلاك في المحاصيل وقتل للكائنات، لأن هناك كائنات كثيرة تقتل، وتسبب ضررا لنفسها، لأنها عندما تقضي على هذه الكائنات لا تجد بعد ذلك ما تأكله. سبحان الله. وبالتالي لدينا حديث عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: 5 كل من الدواب كلهن فواسق. نعم. يقتلن في الحرم. نعم. حتى لو وجد هذا الطائر أو هذا الكائن في الحرم يقتل. نعم. الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. نعم. الكلب العقور نعرف لماذا، لأن فيه بكتيريا ضارة ومضادة للمضادات الحيوية، ويمكن أن يسبب موت الإنسان وإصابات خطيرة، فأمر النبي بقتله. الفأرة تحمل الكثير من الفيروسات الخطيرة. العقرب لديه سم يعني. طيب لماذا الحدأة لم يكتشف إلا عام 2018 وسيدنا النبي أخبر به صلى الله عليه وسلم من 14 قرنا، منذ 14. لماذا؟
يعني حتى رحمة ليس فقط بنا أو بالكائنات، رحمة بهذا الطائر أيضا، لأن هذا الطائر عندما يشعل الحرائق يهلك المحاصيل فيموت جوعا، لا يجد بعد ذلك ما يأكله. نعم. وبالتالي عندما وصفه الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة صلى الله عليه للعالمين وسلم. لكل